هلو بريب 2 ستودنتس، وصلنا مع بعض للليسن 2. يلا بينا هنتكلم فيه عن السيلولر ريسبيريشن. طبعا كلنا اول ما بنسمع كلمة ريسبيريشن بنعرف على طول ان في سبيشال سيستم موجود عندنا هو اللي بيبروفايد اور بوديز with oxygen gas وبيريليز الكربون دايوكسيد جاز. والحقيقة ان اللي احنا حكيناه ده ليه مسمى تاني غير ريسبيريشن، هو الجاز اكستشينج، لانه فعليا اللي بيحصل هو اكستشينج ما بين التو جازز اللي هما الاكسجين والكربون دايوكسيد. وطبعا المين اورجن اللي موجود عندنا في الريسبيراتوري سيستم هو التو لونجز. اما بالنسبه للبلانتس فهم ما عندهمش سبيشاليزد سيستم يقوم بالوظيفه دي، ولكن عندهم ناتشرال اوبننجز اسمها استوماتا، من خلالها برضو البلانت بيعمل عمليه الجاز اكستشينج دي، لان الاكسجين جاز بيدخل من الاوبننجز دي وبيخرج برضو الكربون دايوكسيد جاز. فلو حبينا نعرف الجاز exchange process هنقول it is a biological process in which a living organism obtain oxygen gas from the air and release carbon dioxide during respiration process. والحقيقة إن الريسبيريشن مختلف عن السيلولر ريسبيريشن اللي هنتكلم عنه في الدرس بتاعنا النهاردة. طيب بالنسبة للأكسجين جاز والكربون دايوكسيد جاز، قالوا لنا in chemistry we have 3 different chemical substances نقدر نستخدمها علشان نديتكت ال presence أو ال absence of these gases. تعالوا نتعرف عليهم. أول حاجة اللايم ووتر. اللايم ووتر هو كالسيوم هيدروكسيد solution، بيبقى في الأول كلير وبالبريسنس أوف كربون دايوكسيد، يعني في وجود الكربون دايوكسيد جاز بيتحول للملكي أو للتربدي، وده يدل على وجود الكربون دايوكسيد. تاني مادة عندي هي الصودا لايم اند صوديوم هيدروكسيد سولوشن، دي عبارة عن solid substance زي ما احنا شايفين كده، وجودها بيأبزورب الكربون دايوكسيد جاز from the surrounding medium. وتالت سابستنس معانا هي الميثيلين بلو. طبعا الميثيلين بلو لونها بلو، بيحصل disappearance للبلو كولر ده gradually by absence of oxygen gas، يعني بيتحول اللون البلو ده لcolorless لما ما بيكونش فيه oxygen gas. يلا بينا نعمل تجربة مع البلانت باستخدام ال3 حاجات اللي احنا قلنا عليهم. أول حاجة هنجيب جرين بلانت ونقفل عليه بجلاس بالجار، يعني بحاجة كده معمولة من الإزاز تقيلة شوية علشان أفصل أو أسيباريت الميديم اللي حوالين البلانت عن الأتموسفيريك إير اللي بره. تمام؟ هنبدأ بقى نعمل 3 حاجات، كل مرة هنحط حاجة مختلفة من السابستنس دي. أول مرة هنستخدم الكلير لايم ووتر، وتاني مرة هنستخدم الميثيلين بلو، وتالت مرة هنستخدم الصودا لايم. في الحالة الأولانية في وجود الكلير لايم ووتر هنبدأ نشوف الأوبزرفيشن بتاعتنا بالنهار وبالليل. يا ترى إيه اللي هيحصل بالنهار؟ قال لي إن اللايم ووتر سولوشن ده هيفضل كلير. إزاي كده هيفضل كلير؟ مش المفروض إن البلانت بيقوم بعملية الريسبيريشن اللي بياخد فيها الأكسجين ويخرج الكربون دايوكسيد؟ يبقى المفروض الكلير لايم ووتر دي تتحول لملكي. هقول لك ماشي، لكن الكربون دايوكسيد اللي هيطلع ده will be consumed in photosynthesis process، عشان البلانت كمان بالنهار بيعمل عملية الفوتوسينثيسيس اللي فيها بيستخدم بقى الكربون دايوكسيد ده، عشان كده مش هنلاقي الكولر بتاع الكلير لايم ووتر تشينج. لكن بالليل بقى هنلاحظ ان هو تيرنز ملكي. اشمعنى بالليل؟ عشان البلانت بطل يعمل فوتوسينثيسيس، فكل الكربون دايوكسيد اللي طالع من الريسبيريشن هو ده اللي هيخلي لون الكلير لايم ووتر يبقى تربد. طيب تعالوا نشوف الحالة التانية باستخدام الميثيلين بلو at daytime و at night برضو ايه اللي هيحصل. بالنهار هنلاحظ ان مفيش تشينج للكالر بتاع الميثيلين بلو سولوشن. طب هو في اكسجين ليه؟ مش المفروض ان البلانت ده بيعمل ريسبيريشن وبرضو بيعمل فوتوسينثيسيس، لان احنا بالنهار والفوتوسينثيسيس بيبروديوس large amount of oxygen gas، عشان كده الاكسجين هيفضل موجود، علشان كده الميثيلين بلو الكالر بتاعه مش هيتغير. لكن بالليل بقى الكالر بتاع الميثيلين بلو سولوشن will disappears gradually، يبدأ يختفي واحدة واحدة، يعني الأكسجين ما بقاش موجود. طب وإيه اللي ما خلاش الأكسجين موجود؟ لأن الأكسجين اللي موجود consumed in respiration process، هيبدأ البلانت يستخدمه في عملية الريسبيريشن، فمش هيبقى موجود أكسجين، عشان كده الكالر بتاع الميثيلين بلو هيحصل له disappear. وفي الحالة الأخيرة باستخدام الصودا لايم، احنا عارفين ان الصودا لايم دي بتأبزورب الكربون دايوكسيد من الميديم اللي موجودة جوه الجار اللي موجود قدامنا. طيب بالنهار ايه اللي هيحصل؟ الفوتوسينثيسيس بروسيس هيحصل لها ستوب. ليه؟ لأنه مفيش كربون دايوكسيد، راح فين؟ أبزوربد باي صودا لايم، فالبلانت مش هيقدر يعمل فوتوسينثيسيس. لكن عملية الريسبيريشن هتشتغل عادي جدا علشان في أكسجين جاز في الجار، فالأكسجين جاز ده هيدخل ويعمل ريسبيريشن ويطلع كربون دايوكسيد. كل ما الكربون دايوكسيد يطلع
يحصل امتصاص ليه بالصودا لايم، فالبلانت مش هيقدر يعمل فوتوسينثيسيس، لكن هيقدر يعمل ريسبيريشن، والكلام ده at daytime. لكن at night هنلاحظ ان الريسبيريشن هتفضل مكملة لحد ما تقف خالص لما الأكسجين جاز يخلص. نقدر بقى نجمع كل الكلام اللي احنا قلناه ده ونقول ان البلانت بيقوم بعمليتين، واحدة منهم بتستمر بالنهار وبالليل وهي عملية الريسبيريشن، لان عملية التنفس مهمة جدا لكل الكائنات الحية، حتى البلانت بيقوم بعملية الريسبيريشن دي، وده بيحصل بالنهار والليل. والعملية التانية اللي بيقوم بيها البلانت هي الفوتوسينثيسيس، وهي بيعملها البلانت بس بالنهار، مش بيعملها بالليل، علشان طبعا بالنهار بيكون فيه presence of light. تاني فرق ما بين العمليتين دول ان عملية الريسبيريشن في البلانت بتيوز او بتكونسيوم الاكسجين وبتريليز كربون دايوكسيد، لكن عملية الفوتوسينثيسيس بيحصل فيها العكس as plants use carbon dioxide gas and release oxygen. كده احنا خدنا فكرة عن عملية الريسبيريشن وازاي الاكسجين بيدخل جوه جسم الليفنج اورجانيزم. ايه اهمية الاكسجين بقى؟ ده المهم اللي هنتكلم عنه في حصة النهاردة في السيلولر ريسبيريشن. هنعرف ليه الاكسجين ده needed for each cell inside our bodies. كل سيل جوه جسم الليفنج اورجانيزم محتاجة الاكسجين ده، عشان الجسم هيقوم بعملية دلوقتي يحصل فيها breaking down لللارج molecules اللي جت من النيوترينتس زي الجلوكوز مثلا. في وجود الاكسجين اللي جسمنا دخله بعمليه الجاز اكستشينج ده، ولما جسمنا بيكسر الجلوكوز او بيعمل له بريك داون، بنحصل على السمبل اتومز اللي هم الكربون والهيدروجين والاكسجين. يبدا جسمنا يري ارينج الاتومز دي ويديني حاجات سمبل زي الكربون دايوكسيد والووتر، واهم حاجه هي الاي تي بي. احنا عارفين من الاول خالص ان جسمنا محتاج انرجي علشان يعمل سرفايف ويقوم بعمليات اللي محتاجين نعملها كل يوم، وده بيحصل لما بنعمل حاجتين، بناكل كويس وبنتنفس كويس. الاتنين دول لو في حاجة فيهم مش موجودة مش هيقدر الجسم يمدنا بالانرجي اللي احنا محتاجينها. فاللي بيحصل بقى دلوقتي او الحاجة اللي هندرسها مع بعض في درس النهاردة هي عملية السيلولر ريسبيريشن، اللي فيها جسمنا هيستخدم النيوترينتس اللي جاياله من الاكل اللي اكله، ويبدأ يعمل عملية بيرنينج ليها في وجود الاكسجين علشان يطلع الطاقة اللازمة علشان يخليني اعمل المهام اللي مطلوبة مني يوميا. نعرف كده مع بعض السيلولر respiration process. It is a process of breaking down of large molecules of nutrients such as glucose in presence of oxygen gas, where the atoms are rearranged to form smaller molecules of water, carbon dioxide و ATP molecules. طيب القصة دي يا ميس أو الحدوتة دي بتحصل فين؟ inside each cell، جوه السل. في أي حتة في السل بالظبط؟ في مكانين. في مرحلة فيها بتحصل في السيتوبلازم، والمرحلة التانية بتحصل جوه سبيشال اورجانيل اسمه ميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي specialized organelles that resemble beans، يعني شبه حباية الفاصوليا كده، and are found in the most living cells of eukaryotes، وبتأكت as ايه بقى؟ هو ده الكلام المهم، باور ستيشن. يعني ايه باور ستيشن؟ يعني هي دي الاي تي ام بتاعت جسمي. بصوا يا جماعة، دلوقتي احنا لما بنحتاج نشتري اي حاجة بنحتاج نشتريها بالفلوس. جسمنا نفس الموضوع بالظبط، طول الوقت هو محتاج انرجي علشان نكبر وعلشان يصلح حاجات بايظة وعشان يعمل حتى العمليات الطبيعية بتاعت جوه جسمنا، زي مثلا عملية الدايجستشن او ان احنا مثلا هجري وداخل في سباق. كل ده او كل الانرجيز دي جسمنا بياخدها منين؟ بياخدها من المصنع اللي بيصنع الانرجيز دي. مين بقى الاي تي ام اللي بنروح نخبط عليه ونسحب منه الانرجي نيدد دي؟ هي الميتوكوندريا. هي دي اللي بتصنع الفلوس، اللي بتصنع العملة اللي بتتحرك جوه جسمنا وتدينا الطاقة في كل مكان جوه جسمنا. العملة دي اسمها ايه؟ اسمها ATP. يلا بينا نعمل رحلة جوه الميتوكوندريا، نتعرف على التركيب بتاعها ونشوف هو عبارة عن ايه. زي ما قلنا يا شباب في الأول إن الميتوكوندريا هي special organelles وظيفتها act as power station producing energy from nutrients. هي دي الوظيفة أو الأهمية لوجود الميتوكوندريا. موجودة فين؟ most cells of living organisms. الستراكشر والفانكشن بتاعتها عبارة عن دبل ممبرين وماتريكس. الدبل ممبرين هو outer وinner. الاوتر بيبقى فلات، يعني مفروض كده زي ما احنا شايفين، وليه وظيفتين. اول حاجه بيبروتكت الكومبوننتس بتاعت الميتوكوندريا، وتاني حاجه بيريجوليت الحركه بتاعت السبستانسز تو اند فروم ذا ميتوكوندريا. لكن الانر ممبرين لاحظنا ان هو فولدد، متني كده زي ما احنا شايفين. اسمها ايه التنيات دي؟ اسمها كريستي. طب ليه هو متني كده مش مفروض زي الاوتر ممبرين؟ قال لي to increase the internal surface area of mitochondria. طب وانتوا عايزين تزودوا السيرفيس اريا ليه؟
لان احنا هنعرف بعد شويه ان الانر ممبرين ده اللي بيحصل عنده مجموعه من الرياكشنز هي دي اللي بينتج عنها كميه كبيره جدا من الاي تي بي اللي جسمنا محتاجها. يبقى احنا علشان كده محتاجين نزود السيرفيس اريا اللي هيحصل عليها الرياكشن ده to enhance production of energy with high efficiency. اما بقى الفلويد اللي موجود جوه في النص ده اللي بيملى الفراغ اللي موجود جوه الميتوكوندريا اسمه ماتريكس، وده بيبقى فيه الانزيمز اللي بتكاتالايز الرياكشنز اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا. حد فيكم لاحظ في شبه كبير جدا من الاستراكشر بتاع الكلوروبلاست اللي درسناه في الدرس اللي فات؟ في كومباريزن لطيفه كده ما بينهم هما الاثنين، يا ريت ترجعوا لها علشان هي مهمه جدا. في بس معلومه صغيره عايزه اقول لكم عليها، ان عدد الميتوكوندريا ده بيزيد في بعض السيلز زي مثلا الليفر والمصل، لان هما بيحتاجوا كميه كبيره جدا من الانرجي، عشان كده فيهم ميتوكوندريا بكميه كبيره. يلا بينا نبدا على طول الميكانيزم بتاع السيلولر ريسبيريشن ونعرف ايه اللي بيحصل فيه. برضو بيحصل على مرحلتين، المرحله الاولانيه بتحصل في السيتوبلازم، والمرحله الثانيه بتحصل جوه الميتوكوندريا. المرحله الاولى اللي بتحصل في السيتوبلازم دي مش بنحتاج فيها وجود الاكسجين، بيبقى اسمها جلايكوليسيس، واللي بيحصل فيها ان كل جلوكوز موليكول يتكسر ويديني 2 موليكولز من البيروفيك اسيد او اسمه بايروفيت، وكمان بيطلع معايا limited amount من ال ATP molecules. تاني، الفيرست ستيج او المرحله الاولانيه من عمليه السيلولر ريسبيريشن اسمها جلايكوليسيس، بتحصل في السيتوبلازم ومش بتحتاج وجود الاكسجين. اللي بيحصل بالظبط فيها ان الجلوكوز بيتكسر ويديني 2 موليكولز من البيروفيك اسيد، وده هيتنقل معايا للمرحله اللي بعد كده ويدخل جوه الميتوكوندريا، هيشوف هيحصل له ايه، وبيديني كمان نتيجه التكسير ده limited amount من ال ATP. ندخل على المرحله الثانيه اللي هتحصل فين؟ جوه الميتوكوندريا، وهنا بقى شرط اساسي عندي وجود الاتموسفيريك اكسجين، لازم يكون موجود عندي اكسجين طالما وصلنا للمرحله الثانيه اللي هتحصل جوه الميتوكوندريا. بتحصل على 2 ستيبس. ستيب نمبر 1، البيروفيك اسيد اللي اتحرك من السيتوبلازم دخل جوه الميتوكوندريا، وصل فين؟ وصل في الماتريكس، يحصل له بروكن داون، يتكسر اكتر واكتر، ونتيجه للتكسير ده هيطلع 3 حاجات: limited amount من الانرجي in the form of ATP، كربون دايوكسيد جاز، والكترونز. الاي تي بي خلاص عارفينها، الكربون دايوكسيد ده اللي جسمنا هيبدا يتخلص منه ويخرجه في عمليه الاكزهاليشن، عمليه الزفير، واحنا بقى بننفخ كده الكربون دايوكسيد نخرجه بره جسمنا من التو لونجز تاني. وتالت حاجه الالكترونز اللي هتتحرك لستيب نمبر 2. بس قبل ما نروح لستيب نمبر 2 انا محتاجه اقول لكم اللي احنا شرحناه ده اسمه كريبس سايكل رياكشنز. ايه هي الكريبس سايكل رياكشنز؟ بتحصل في الماتريكس where the pyruvic acid produced from the first stage is broken down to produce ATP, carbon dioxide and electrons. نروح بقى لستيب نمبر 2. الالكترونز دي بتروح على الانر ممبرين بتاع الميتوكوندريا، ويبدأ يحصل بقى البرودكشن. خلاص أخيرا وصلنا لمرحلة إنتاج كميات كبيرة جدا من الطاقة في شكل ATP. نبدأ بقى نطبع الورق اللي هنسلمه للجسم كله، اللي هي العملات يعني اللي جسمنا هيبدأ يستخدمها. فين بيحصل؟ في الانر ممبرين بتاع الميتوكوندريا. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الالكترونز اللي جت produced from Krebs cycle تعمل عملية production للارج amount من الانرجي in the form of ATP، ويبدأ كمان يتكون معايا ووتر. طيب الستيب نمبر 2 دي هنسميها ايه؟ electron transport chain reactions. طبعا يا جماعة الموضوع ده فيه تفاصيل اكتر من كده بكتير جدا، لكن الحمد لله ان هي مش مكررة علينا، احنا بس مطلوب مننا نعرف العناوين واسامي كل مرحلة منهم هي ايه اللي بيتم فيها في النهاية انتاج ال ATP. طب عايزين نلخص يا ميس كده السيلولر ريسبيريشن في ايكويشن كده على بعضها علشان نفهم ايه اللي حصل. نقدر نعبر عنها بالايكويشن اللي قدامنا دي، C6H12O6. مين ده؟ ده الجلوكوز، بلس O2 ده الاكسجين. طبعا هيبدأ يحصل عملية تكسير مرة واتنين، مرة في السيتوبلازم وتاني مرة جوه الميتوكوندريا، علشان يديني 6CO2 6H2O و ATP energy. وكده يبقى وصلنا الحمد لله لإنتاج الانرجي اللي جسمنا محتاجها جوه الميتوكوندريا. شوية رياكشنز اللي حصلت جوه جسمنا اللي بتحصل طول اليوم اللي احنا مش داريانين بيها دي، سواء عمليات تكسير أو عمليات تكوين لموليكولز صغيرة، بنسميهم كل اللي حصل ده على بعضه metabolic processes أو metabolism. الميتابوليزم هو series من الكيميكال reactions that occur in the cells of living organism. كل الكائنات الحية يا جماعة لازم تقوم بعملية الميتابوليزم دي. ليه؟
to carry out all vital processes necessary for survival. هنا بقى لازم احكي لكم حدوته علشان نفهم مع بعض الحته اللي جايه دي. انا مثلا دلوقتي طلبت اوردر على البيت يجي لي مكتب علشان اقعد اذاكر عليه، فالمكتب ده جالي باكجد كده. هل ينفع انا اول ما استلم الاوردر ده استخدم المكتب في الحاله بتاعته دي؟ طبعا لا. هنعمل ايه؟ هنبدا نفك المكتب كده اللي جاي حته حته، ونحط المسامير على جنب، ونحط القطع بتاعه الرجول المكتب على جنب، والارفف على جنب. يبقى انا كده عملت ايه؟ فكيت الباكج اللي جايه لي دي وقسمتها لحاجات علشان اقدر استخدمها. وبعدين ينفع استخدم المكتب في الحاله دي؟ برضو لا. هبدا اعمل ايه؟ اجمع الاجزاء بتاعه المكتب واحط الرجول بتاعته واركب الارفف واربط كويس. ينفع بقى في الوقت ده استخدم المكتب؟ ينفع. يبقى انا عملت حاجتين عكس بعض، فكيت وركبت. مع ان هو في الاول مجالي برضو هو اسمه مكتب، لكن انا مش هقدر استخدمه في الحاله دي، فلازم اكسر او افك وارجع اركب تاني بالشكل اللي يخليني اقدر استفيد من المكتب ده. هنا بقى اقدر اقول لك بقلب جامد ان الميتابوليك بروسيسز اللي بتحصل جوه جسمنا عباره عن حاجتين عكس بعض. عمليات بيحصل فيها بريكنج داون بنسميها كاتابوليزم، وعمليات بيحصل فيها بيلدينج اب وبنسميها انابوليزم. اللي انت بتقوليه ده ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه بالميتابوليك بروسيسز اللي احنا لسه قايلين عليها. طيب الميتابوليك بروسيس او الميتابوليزم ده عباره عن عمليات عكس بعض، واحده فيها اسمها كاتابوليزم والتانيه اسمها انابوليزم. يعني ايه كاتابوليزم؟ process in which breaking down large molecule into simpler molecules. والعمليه اللي عكسها اسمها انابوليزم، هي process where we are building large complex molecules from simple molecules. يعني بنبني بقى حاجات كبيرة، اللي هو نركب المكتب بقى الكبير ونحطه كده من حاجات بسيطة اللي هي كانت الترابيزة والرجول والأرفف. فرق تاني ما بين الكاتابوليزم والانابوليزم ان الكاتابوليزم بيحصل فيه ريليزنج للانرجي، يعني عمليه الكاتابوليزم او عمليه التكسير دي بتطلع طاقه او بتطلع انرجي، لكن عمليه الانابوليزم بتكونسيوم اي تي بي، يعني بتستهلك، علشان بنبني بقى ونحط حاجات على بعضها فبتستهلك انرجي. لو فهمنا الفرق ما بين الكاتابوليزم والانابوليزم هسألكم سؤالين. السؤال الاول بيقول: فاكرين عمليه الفوتوسينثيسيس اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الاول؟ نقدر نحط عملية الفوتوسينثيسيس دي تحت أي واحدة منهم. هل هي عملية كاتابوليزم ولا أنابوليزم؟ فكروا كده شوية. هي عملية أنابوليزم، عشان البلانت بياخد الحاجات السيمبل اللي هي الكربون دايوكسيد والووتر وبيبني بينهم كومبلكس أو لارج موليكول اللي هو الجلوكوز. يبقى عملية الفوتوسينثيسيس بتعتبر عملية أنابوليك بروسيس. طيب what about cellular respiration اللي لسه واخدينها النهارده دي؟ يا ترى اسميها انابوليزم ولا كاتابوليزم؟ فكروا شويه كده. طالما جسمنا بياخد الجلوكوز ويبدا يكسره لحاجات بسيطه اللي هي الووتر والكربون دايوكسيد، يبقى اكيد دي عمليه بريكنج داون، يبقى على طول هنقول ان هي كاتابوليزم. آخر حاجة هناخدها مع بعض في درس النهاردة هو تكنولوجيكال ابليكيشن اسمه ميتابوليك انالايزر ديفايس، وهو عبارة عن جهاز بيجمع accurate data about the resting metabolic rate أو during rest. يعني بمنتهى البساطة كده يا جماعة، ده جهاز بيقدر يقيس، بيعتمد على نسبة الأكسجين اللي أنا بستخدمها والكربون دايوكسيد اللي جسمي بيطلعها، فبيقدر يحسب عملية الحرق اللي بتحصل جوه جسمي دي شكلها عامل إزاي. ده بيساعدني ان انا اعمل planning of diet and exercise for more successful and sustainable body weight management. يعني في اختلافات ما بيننا في كمية الحرق بتاع جسمنا، فعلشان كده الجهاز ده بيساعدني ان انا اجمع داتا او اجيب معلومات عن الحرق بتاع الجسم عامل ازاي، فبيخليني ادي للشخص ده الدايت المناسب والاكسرسايزز المناسبة ليه علشان يتحكم في البادي ويت بتاعه. كده احنا خلصنا يونت 3. اشوفكم ان شاء الله في يونت 4.